هو ممكن حد بعد ما يموت يرجع تاني؟ طب هو الميت بيحس بينا؟ اللي هتسمعه في الفيديو ده حصل حقيقي عن لسان واحد صاحبي، فلو قلبك ضعيف أنصحك ما تتفرجش. اسمي محمود وعندي 23 سنة، متخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة، وعايش مع أمي وأختي في حي شبرا. في ليلة من الليالي والساعة 4 الصبح صحينا على صوت واحدة ست بتصرخ وبتعيط بحرقة، فخرجت أنا وأخويا عشان نشوف في إيه. لقينا زوجة جارنا اللي ساكنين فوقنا عمالة تصرخ وتعيط، والجيران واقفين معاها وبيحاولوا يهدوها. للأسف عم كامل زوجها توفى وهو قاعد معاهم، كان عمره تقريبا 55 سنة. أنا ما كنتش مصدق إنه مات، لأني كنت لسه مسلم عليه بالليل وقعدنا أنا وهو نتكلم ونهزر. الجيران كلهم كانوا واقفين وبيحاولوا يهدوها لحد ما جه المغسل ومعاه الكفن. الراجل ده ما كانش عنده أولاد، فالمغسل طلب من الموجودين إن حد يتطوع ويساعدهم في عملية الغسل. طبعا من غير تفكير قلت لهم إني معاهم، لأن جاري ده كان عزيز عليا جدا. بدأنا في الغسل، وعايز أقول لكم إن دي كانت أول مرة في حياتي إني ألمس جسم حد ميت. أثناء الغسل حسيت إنه صاحي، بس كأنه نايم نوم عميق، وشه كان مبتسم. حسيت إنه حاسس بيا، ولكن خرجت الفكرة دي من دماغي بسرعة جدا. بعد ما خلصنا الغسل لفينا الجثة بالقماش الأبيض أو المعروف باسم الكفن. بعد كده المغسل قفل الكفن وساب راس الجثمان مفتوحة عشان اللي عايز يودعه ويشوفه قبل الدفن. بعد كده خرج المغسل والشخص التاني اللي كان معاه، وفضلت أنا لوحدي في الأوضة مع الجثمان. قعدت أقرأ القرآن، وكنت حاسس بشوية قلق لأن دي أول مرة أكون فيها مع حد ميت في أوضة واحدة. للحظة حسيت إنه بيتحرك أو بيتنفس، فخفت جدا وحسيت برهبة عمري ما حسيتها في حياتي كلها. قربت منه عشان أتأكد إنه بيتهيألي، ولكن حسيت إن شكل وشه عادي خالص. لكن لما قربت منه لقيته مبتسم ابتسامة كأن لسه الروح فيه، وجالي إحساس بإنه مش ميت ولسه عايش. بصراحة جسمي أشعر من موقف وخرجت بره الأوضة جري. الساعة بقت 9 الصبح، وواحد من الجيران اتطوع إنه يخلص تصاريح الدفن، وعلى الساعة 10:30 تقريبا جت عربية نقل الموتى. المفروض إننا هنروح المسجد نصلي عليه وبعد كده نطلع على المدافن بتاعته. كل ده وزوجته كانت في حالة من الانهيار والحسرة. وصلنا المسجد وصلينا عليه بعد صلاة الظهر، وبعدين اتحركنا على المدافن. دي كانت أول مرة أروح المدافن في حياتي. حتى لما أبويا توفى كنت أنا صغير جدا وما كنتش فاهم وقتها إيه اللي بيحصل حواليا، فحسيت بإحساس غريب جدا مش عارف أوصفه لكم، خوف ولا إيه. بس كنت متأكد تماما إن الموت حق على كل مخلوق. المدافن بتاعتهم كانت موجودة على الطريق الرئيسي بتاع القاهرة أسيوط، وما كانش فيه أي مباني حواليها. دخلت عربية نقل الموتى ووراها العربيات بتاعة الناس اللي جاية تحضر الدفن، وكل الناس وقفت في نص المقابر بالظبط. المدافن دي كانت عبارة عن الشواهد بس وعلى الطريق العام، وكل عيلة ليها مدفن مكتوب عليه اسم ولقب العيلة. كان لازم تبقى عارف مكان المدفن بتاع عيلتك، وإلا هتوه ومش هتعرف توصل. المهم نزلنا الصندوق من العربية ورحنا على المدفن الخاص بعيلة المتوفي، وبدأ الحانوتية يفتحوا القبر. وطبعا لأن الراجل ده ما كانش عنده أولاد ولا أي فرد من عيلته غير زوجته، كان لازم حد ينزل مع الحانوتية ويساعدهم في الدفن، لأن المفروض اللي يدفنوا حد من أقارب الدرجة الأولى، الابن أو الأخ مثلا. ولما نزلنا المقبرة كانت عبارة عن غرفتين تحت الأرض، واحدة للستات والتانية للرجالة. مقبرة الرجالة كانت فاضية تماما، لأن واضح إن محدش اتوفى قريب من عنده. وعايز أوضح لكم إن المقبرة كان تصميمها إنك لازم تعدي على مقبرة الستات قبل ما توصل لمدفن الرجالة. لاحظت إن في كفن في مقبرة الستات، ولكن كان كأنه مفهوش جسم، القماش بس، وده بيكون نتيجة تحلل الجثة، ما بيبقاش منها غير العظم. بعد كده العظم بيتحلل وبيبقى بقايا. وعايز أقول لكم معلومة مهمة جدا، وهي إن جسم الإنسان بيتحلل بعد 4 دقايق بالظبط من الوفاة، وبيتحول لهيكل عظمي تماما خلال شهر أو أكتر حسب ظروف المكان. كل ما الحرارة تكون منخفضة كل ما الجسم أخد وقت أكتر في التحلل. دخلنا غرفة الرجالة وحطينا الجثمان وبدأنا ندعي له، وهنا لقيت دموعي ما توقفتش لحظة، كانت بتنزل زي الشلال. تقريبا كده افتكرت أبويا اللي ما شفتوش. وبعد كده خرجنا من المقبرة وقفلوها بالأسمنت والجبس عشان يحموها من حرامية القبور. كل الناس قعدوا يواسوا زوجة المرحوم ويطيبوا خاطرها، وبعد كده بدأت الناس تمشي لحد ما بقاش غيري أنا وأمي وأخويا وزوجة المرحوم. قعدنا نهديها ونخفف عنها لحد ما أقنعناها ترجع على البيت، وفضلنا أكتر من ساعة عشان نحاول نقنعها لحد ما اقتنعت ومشينا كلنا. كان يوم غريب جدا بعد الأحداث اللي حصلت. رجعت تعبان لدرجة إني وقعت على نفسي من النوم.
صحيت على الساعة 10 بالليل وفتحت التلفزيون وشغلت قناة دينية فيها قرآن وفيها أدعية دينية وحاجات كده، وبعدين رحت في النوم تاني من كتر التعب. بعد شوية صحيت على إيد حد يطبطب على كتفي، فتحت عيني وكنت فاكرها أمي أو أخويا، ولكن المفاجأة إني لقيت عم كامل اللي دفناه النهاردة واقف قدامي بشحمه ولحمه، وبيبصلي وعلى وشه نفس الابتسامة اللي كان بيبصها لي وهو بيتغسل. ما عرفتش أنطق وحاولت أقوم بس حسيت بالشلل التام، ولقيت صوته غريب جدا وبيقول لي: الحقني يا محمود، أنا اندفنت وأنا أصلا مش ميت، أرجوك انقذني يا ابني، أرجوك. فتحت عيني لقيت الصالة فاضية تماما ومفيش حد موجود. ما كنتش عارف أخد نفسي أو أبلع ريقي حتى، بس حسيت بخوف جامد جدا، وتخيلت إن فعلا هو ممكن ما يكونش مات، وجي في بالي ساعتها إن ممكن تكون الوظائف بتاعت جسمه بس هي اللي وقفت. ففي ثواني لقيت نفسي باخد مفاتيح العربية ونزلت طيران من البيت ورحت عند المقابر اللي اندفن فيها. كأن في حاجة بتشدني إن أروح هناك وأنا مش قادر أقاومها. مش عارف إيه اللي كان بيشدني إن أتحرك وأروح المكان ده بالليل، بس حسيت إن في حد واقع في مشكلة ولازم أنقذه. وصلت عند المقابر كان الساعة ساعتها 11 بالليل، والدنيا عتمة تماما ومفيش حد في المكان حرفيا، بس لقيت ست عجوزة واقفة على بداية المقابر، وأول ما شافتني لقيتها قربت عليا بطريقة سريعة جدا. كان شكلها ست كبيرة، ولكن المشية بتاعتها كانت كأنها شابة صغيرة، حركتها سريعة جدا. لقيت نفسي برجع لورا، وبدل ما ارجع وامشي من المكان ده لقيت نفسي داخل بين الممرات اللي ما بين المقابر، وانا حاسس ان في شيء بيشدني ومش قادر اقاومه. وصلت عند المدافن بتاعت عيلة عم كامل، وكانت المفاجأة لاني لقيت المقبرة مفتوحة وفي ضوء طالع من جواها، وكمان سمعت صوت حد بينادي عليا باسمي. فحاولت ان اشيل الباب الحجر، ولكن كان مقفول بالجبس والاسمنت، ومستحيل تعرف انك تفتحه بايدك العادية، وكمان ما كانش معايا اي حاجة اقدر استخدمها في فتح الباب. كنت حاسس بحالة من الجنون، وحاسس كمان بعدم التحكم في حركتي. حاولت اني ارجع للعربية عشان اجيب حاجة احاول افتح بيها المقبرة. لقيت الست العجوزة واقفة قدامي، ولكن كان وشها غاضب جدا، وبدأ وشها يتحول لشيطان مخيف، وحجمها قاعد يكبر ويقرب عليا ببطء شديد. كل ده وانا متسمر في مكاني ومش قادر اتحرك، كأني مشلول. ولقيت المقبرة اتفتحت لوحدها، ولقيت المخلوق ده بيزقني جواها لحد ما نزلت فيها والدنيا ضلمت تماما. قعدت اصرخ لحد ما اخيرا طلع صوتي، وفجأة لقيت الدنيا هادية، لكن مش شايف حاجة خالص، بس حسيت اني قاعد على قماش. لقيت نفسي قاعد على الكنبة بتاعت بيتنا. قعدت ادور على الموبايل، ولما لقيته شغلت الكشاف عشان الدنيا كانت ضلمة تماما. اتفاجئت ان كل ده كان حلم، بس حلم مزعج جدا. كل حاجة كانت حقيقية وحاسس بيها. لقيت ضربات قلبي سريعة لدرجة اني ما كنتش عارف اتمالك اعصابي، وفوجئت ان النور قاطع من المنطقة كلها. فدخلت اوضتي على ضوء الموبايل. اول ما دخلت الأوضة حسيت اني شفت حد نايم على سريري، بس كان متغطي بغطا ابيض. الغريبة اني كنت شايف كويس جدا في الضلمة. قربت بالراحة وانا بموت من الرعب، ولما قربت قوي ملقيتش حاجة على السرير. نمت الليلة دي وفضلت سايب كشاف الموبايل مفتوح لحد الصبح ما طلع. اول ما صحيت من النوم اتصلت بواحد صاحبي وحكيت له على الكابوس اللي شفته امبارح. فقال لي اللي بيحصل لك ده عادي جدا، وده لاني اول مرة المس جسم حد ميت، فطبيعي ان ده يحصل. وقال لي كمان ان عقلي الباطن هو اللي بيخلي الاحداث دي تحصل وكانها حقيقيه. فقلت له فعلا ده حقيقي، لاني حسيت ان اللي حصل امبارح كان حقيقي. حتى لمسه ايد عم كامل كنت حاسسها حقيقيه جدا. وقفلت معاه ونزلت رحت شغلي. رجعت بالليل، ولما دخلت البيت ما كانش في حد موجود، وكانت الانوار كلها مطفيه، ولكن نور اوضه والدتي كان منور. فندهت عليها وقلت لها: يا امي انت نايمه ولا صاحيه؟ فقالت لي: انا داخله انام يا حبيبي، عايز حاجه؟ فقلت لها: انا بطمن عليكي، وكمان انا هدخل انام لاني تعبان جدا. دخلت اوضتي وقعدت على السرير، ومسكت كتاب كنت شاريه من واحد واقف في الشارع، كان بيبيع كتب اثريه وقديمه. قعدت اقرا فيه وسرحت في القرايه. كان الكتاب بيتكلم عن ارواح الموتى، وازاي بتكون عايشه بينا وحاسه بكل حاجه بتحصل. وكمان كان في فقره في الكتاب بتتكلم عن الميت بالتفصيل، وبتقول ان الميت بيرجع بيته في الليله اللي بيموت فيها، وانه كمان لازم يبات في اول ليله في مكانه اللي متعود ينام فيه.
سمعت صوت مفتاح بيدخل في باب الشقة، واللي بيحاول يفتح الباب كأنه مش عارف يدخل. قمت من مكاني وقربت من الباب وقعدت أقول مين. محدش رد، ولكن كان في ظل واقف برا الشقة وبيحاول يدخل ويزق الباب. فجأة اتفتح الباب، وكانت المفاجأة لقيت أمي واقفة على الباب وبتبصلي بصة استغراب، ولقيتها بتقولي مالك يا محمود. بصيت لها وأنا مش قادر أنطق، ببص على أوضتها وارجع أبص عليها، وبعدين تمالكت نفسي وسألتها انت نزلتي امتى يا أمي؟ لقيتها بتقولي أنا من الصبح عند خالتك يا حبيبي. صوتي اتحشر من كتر الخوف، وقعدت أبص على الأوضة بتاعتها وأبصلها، وحسيت بحالة رعب مش طبيعية. لقيت أمي بتبصلي باستغراب وراحت داخلة الأوضة بتاعتها. المهم رجعت أوضتي، لقيت السرير مترتب وكأن محدش نام عليه. دخلت الأوضة وأنا متوتر جدا وقعدت أسأل نفسي طب صوت مين اللي كان بيكلمني؟ وبعدين بقى في اللي بيحصل ده أكيد أنا تعبان نفسيا من اليوميات، ورحت واخد قرص منوم قوي مفعول ونمت على طول. صحيت من النوم على تخبيط في باب الشقة، بس تخبيط مش عادي، كأن حد هيكسر الباب. رحت على الباب ولقيت الخبط شغال برضه، ولكن محدش واقف بره. فببص على الساعة لقيتها الساعة 3 الفجر. قربت من الباب بخوف، ولكن لقيته مقفول بالقفل من جوه، ولقيت صوت الخبط اختفى تماما. فضلت واقف شوية عشان أشوف يمكن الصوت يرجع تاني، ولكن الصوت اختفى تماما. دخلت بصيت على أمي، لقيتها بدأت تصحى عشان تستعد لصلاة الفجر، بس لقيتها بتبصلي ومش بتتكلم خالص، وكان شكلها غريب قوي. فقلت يمكن لسه بتفوق أو مش واخدة بالها إن أنا واقف قدامها. فرحت داخل أوضتي وقعدت على السرير، لأن المنوم كان مؤثر عليا جدا لدرجة إني مش قادر أفتح عيني. فطفيت النور، ببص على باب الأوضة بتاعتي، لقيت أمي واقفة وبتبص على الشباك اللي بيبص على الشارع. اترعبت جدا وقلت لها عايزة حاجة يا أمي؟ لقيتها بتبصلي بلا مبالاة وما بتردش، وراحت رجعت على أوضتها بهدوء. بصراحة اتكلبشت في مكاني وما بقيتش قادر أتنفس ولا أتحرك حتى، وقعدت أقول في بالي أنا متأكد إن دي مش أمي، ده أكيد مخلوق من العالم الآخر. الغريبة بقى إن ما لقيتش الكتاب اللي كنت بقراه في المكان اللي كنت حاطه فيه، فقعدت أدور عليه وخرجت برا الأوضة ورحت على أوضة أمي. ولما دخلت لقيت أمي حاطة الكتاب على السرير جنبها ونايمة نوم عميق. وقفت لثواني وبعدين أخدت الكتاب بسرعة ومشيت، بس حسيت إن في حاجة غلط. ساعتها رجعت أوضتي ونمت من التعب بسبب المنوم، كان تأثيره قوي جدا. صحيت الساعة 11 الصبح ولقيت أمي في الأوضة عندي عمالة تحط هدومي وبترتبها في الدولاب. صبحت عليها وسألتها هو أنت صليتي الفجر النهاردة يا أمي؟ فقالت لي صليته يا حبيبي، وأنت كمان كنت نايم نوم، ده أنا حتى حاولت أصحيك عشان تصلي مرضتش خالص، كأنك في غيبوبة. صعقت من اللي هي قالته وقعدت أفكر وأسأل نفسي هو اللي بيحصل ده حلم ولا حقيقة؟ وفجأة افتكرت حاجة، افتكرت إن لما خدت الكتاب من جنب أمي حطيته في درج المكتب الأولاني، وأنا متأكد من كده، ويمكن دي أكتر حاجة أنا فاكرها ومتأكد منها. فقمت بسرعة وفتحت درج المكتب، وكانت الصدمة، لقيت الكتاب في المكان اللي كنت حاطه فيه بنفس الوضع اللي سبته عليه بعد ما أخدته من جنب أمي. بعد الأحداث دي قررت إن استشير الشيخ اللي في الجامع عن الحاجات اللي بتحصل لي، فنزلت على الجامع في ميعاد الصلاة ولقيت الشيخ شعبان كان موجود هناك. الشيخ شعبان ده راجل كده أول ما تشوفه تحس بالهدوء والأمان. بعد ما صلينا رحت قاعد جنبه وقلت له يا شيخ أنا بشوف حاجات غريبة. فلقيته بيطبطب عليا كده وبيطمني وبيقول لي بلاش تركز، والأحسن دايما قبل ما تنام تقرأ قرآن، وكمان قال لي إني أحاول ما أدخلش السرير إلا وأنا عايز أنام. رجعت بيتنا ولقيت أمي عاملة الغدا وقعدنا ناكل أنا وهي، ولقيتها بتقول لي يا محمود لو سمحت لما تدخل الحمام بلاش تغني بصوت عالي، لأن دي حاجة مش كويسة في الحمام. فقلت لها أنا ما غنيتش خالص في الحمام. لقيتها بتقول لي ده أنت كنت عمال تغني بطريقة غريبة، وحتى كنت عمال تقول حاجات غير مفهومة. سبتها ودخلت الأوضة وأنا مستغرب تماما والفضول هيموتني إن أعرف إيه اللي بيحصل. قعدت على المكتب وطلعت الكتاب إياه من المكتبة بتاعتي وبدأت أدور فيه على الحاجات اللي بتتكلم عن الأرواح اللي بتسكن البيوت وبتظهر بشكل ملموس، وإن كمان مفيش طريقة تصرفها لأننا ما نقدرش نتحكم فيها. أثناء القراية لقيت حاجة غريبة جدا على سريري. بصيت كويس لقيت حد نايم ومديني ظهره، حد جسمه طويل كأنه طفل. قربت منه وحطيت ايدي عليه، كان كله عبارة عن عظم. حاولت ألفه عشان أشوف وشه، فمسكته بإيدي وشديته ناحيتي، وكانت الصدمة لقيته عم كامل اللي مات، بس كان مفتح عينه وشكل وشه مكرمش بطريقة غير طبيعية. قعدت أصرخ وحاولت أطلع من باب الأوضة، ولكن الباب كان مقفول بقوة، وأنا بخبط وبصرخ
كنت سامع صوت أمي والجيران بيقولوا لي افتح يا محمود الباب، وصوتهم كان عالي جدا. وفجأة جات لي دوخة قوية ولقيت نفسي بغيب عن الوعي تماما. ما حسيتش بنفسي غير وانا قاعد على سرير في مستشفى، وامي قاعده جنبي وعماله تطبطب عليا، ولقيتها بتقول لي ان شاء الله هتبقى كويس. دخل الدكتور ولقيته بيقول لي ايه اللي حصل يا استاذ محمود، فحكيت له كل حاجه. لقيته بيقول لامي وبيوجه الكلام ليا ان كان عندي شبه انهيار عصبي، ومحتاج اني اقعد يومين في المستشفى عشان اخد مهدئات واكون تحت نظرهم. وراح مديني حقنه وقال لي حاول ترتاح يا استاذ محمود. وهو بيقول كده لقيت نفسي رحت في النوم. بعد شوية صغيرين صحيت من النوم، لقيت السرير اللي أنا نايم فيه في المستشفى حواليه رمل كتير جدا، كأن السرير محطوط في صحراء، وكمان المكان كان ضلمة. ببص جنب السرير لقيت كفن أبيض محطوط في الركن، بس كان كفن فاضي، يعني القماش بس. ولقيت نفسي في مكان غريب جدا، والمعالم بتاعته مش باينة، مش شايف حاجة خالص، الدنيا ضلمة تماما. وفجأة سمعت أصوات الناس بتبكي، وميزت صوت أمي بينهم، وسمعت شوية من الناس بيقولوا الله يرحمك يا محمود، الله يرحمك يا ابني. هنا صرخت بأعلى صوت، حاولت إن أخرج من المكان، ولكن لقيت يد كبيرة بتشدني وبتحاول تنزلني تحت الأرض. صرخت بكل قوة وبصوت عالي جدا لحد ما نفسي اتكتم وصوتي مش راضي يطلع. وفجأة حسيت بعلامات الموت، وإني بغيب عن الوعي ومش حاسس بجسمي تماما، وشايف كل الناس اللي ماتت جنبي وبيضحكولي، ومن الناحية التانية شايف أمي كل الناس اللي عايشة بيعيطوا ولابسين اسود. غبت عن الوعي تماما، ما بقيتش حاسس بأي حاجة. فتحت عيني لقيت نفسي قاعد على سريري وفي أوضتي، وجنبي الكتاب بتاع الأرواح، وفاتح على الصفحة اللي فيها ماذا يشعر به الميت وهو في القبر. بصراحة بعد الموقف ده جمعت كل الكتب اللي عندي اللي بتتكلم عن الأرواح والحاجات دي، وحطيتهم في كيس ونزلت حطيتهم على الطريق. ومن ساعتها ما بقيتش أبحث في الحاجات دي نهائيا، ولو أي كتاب أو معلومات ظهرت قدامي تبع الموضوع ده بعتبر كأني ما شفتهاش. لقيت حياتي بتتعدل شوية شوية، والكوابيس بدأت تختفي تماما. القصة دي مختلفة شوية عن النظام بتاعنا، ولكن شدتني جدا جدا بسبب إنها حقيقية، والشخص اللي حكاها لي قال لي إنه ما حكاهاش لحد نهائيا غيري. بس ما اكدبش عليكم، القصة دي خلتني راجع بعض الحسابات في حياتي، وحسيتها فيها موعظة أكتر من إنها قصة مرعبة، وإن الموت ممكن يكون قريب منك جدا وفي أي لحظة ممكن ياخدك. فحاول اعمل اللحظة دي وخاف منها. وبشكركم جدا إن انتوا وصلتم للنقطة دي. وسلام.